مرحبا بكم. اليوم حبيت نحضر معاكم الوصفة التونسية الزمنية اللي هو الزرير التونسي بمقادير بسيطة. وكل إنسان كيفاش يحب يعمله. أنا باش نعطيكم الباز وكل إنسان كيفاش يحب يتفنن فيه. وصفة كلها منفعة، كلها صحة للصغار وللكبار. لهذا نستحقوا 400 جرام جلجلين، يكون نظيف، وإلا تاخذوا تنظفوا وحدك. نحطوه على نار ضعيفة، يعني نار صغيرة، معناها ما نقويولوش في الغاز، ونقعدوا نعرجوا فيه حتى لين نتحصلوا على قوام برونزي. ما راهو ردوا بالكم راه في ساعة يتحرق وهو سخون. باش نحطوه في بلندر نرحيوه بشوية بشوية. لي بات هذوما يترحاو بشوية بشوية، وتقعد تهبط الجناب باش تولي لك بات. هذا هو القوام اللي نوصله في النص، وهذا القوام النهائي اللي هو البات متاع الجلجلان. هذا هو يكون بات هكا كي تمسها تلقاها ملساء، وتلقاها كلها يعني تتأكد ما فماش كعب، ماهوش بودر. هذا هو بات دو سيزام. نستحقوا 150 جرام زبدة للبوغ دو نوازيت، باش نعملوا البوغ دو نوازيت اللي هي الباز متاع الزرير. نستحقوا 150 جرام زبدة مصدر حيواني. حطوها في كسرونة فاتحة باش كي يتبدل لونها في قبيه. باش تعمل لنا الكشكوشة هذيك، ما نحيوهاش بالمغرف. هذيك هي اللي باش تولي تتكرم لنا، يعني تولي لنا بوغ دو نوازيت. خليوها ديما نقعدوا نحركوا من يد الكسرونة ولا حاجة باش تعطينا البوغ دو نوازيت الصحيح. هذه هي البوغ دو نوازيت متاعنا حضرت. حطوها على جنب، نعبيوها في كيس باش تجينا كيس ناقص شويه اللي باش يقعد نكملوه بزيت زيتونه. هنا هوني حطيت المكونات متاع الزرير والليمون، حطيتهم في كيسين باش كي نبدا نصب نقرب لكم، يعني تكون التصويره اوضح. نجيبوا السيزام متاعنا بعد ما رحيناه والليمون. نجم تبدل اللوز بالبفريوه، تعرجها لين تحمار وترحيها بنفس طريقه الجلجلين لين تولي يعني بات. نجم تاخذهم حاضرين. نجم تبدل كما قلنا اللوز بالبفريوة، بالفستق، بالزوزة. كان البندق البات متاعه يعني دو بريفيرونس ما تعملش بات زين بيه من فوق. هذا هو الزرير متاعنا باش نحركوه. هذا من المكونات متاعه. هذا السيزام، الجلجلان واللوز. هاكا كما نوري فيكم معناها، خاطر انا نصور بيدي حبيت نقرب لكم الكسرونه كيفاش معناها نحطوهم مع بعضهم في البوغ دو نوازيت متاعنا. نحركوا في البارد ومن بعد نشعلوا عليهم الغاز. نحركوا بالكدا لين تدخل المكونات في بعضها، نتحصلوا على قوام كريمي. من هوني نشعلوا الغاز، نقعدوا نحركوا لين نتحصلوا على القوام هذايا. تحسوها كل كريمه كل عصيده. هوني هذايا اول اتاب، مازلنا ما طابش هو هك. يعني هو فما برشا يقولك ما في حتى شيء دخلت المكونات، راهو لازم تدخل بالكدا المكونات وتغلي. هكا نعرفوه اللي هو طاب. تبدا تكشكش الكل وما تخليهوش يتحرق، راهو يشد من اللوطه يعني، وكل شيء ديما التحريك. نطفيو عليه، خليوه يبرد شويه. نطفيو عليه، ناخذوا 4 كيس عسل، يعني مقدار 330 سنتيلتر عسل. نحطوهم. هذا هو العسل نحطوه في البارد. باهي الناس اللي فما ناس تعملوا بالشحور، يعني طيب شحور سكر وقارص، هذاك يطيب من قبل وتخليه يبرد، وتحطوا والزرير متاعك قاعده طيب فيه في اخر 2 3 سكوند اللي باش تطفي عليه، معناها تحطهم وتخلط هكا بالكدا وتطفي. العسل لا، العسل كي يطيب الزرير سي بون، برد شويه نحطوا العسل، يعني يفرق ما يطيبش العسل. نحركوهم بالكدا نخليوه اللي يدخل فيه، معناها يدخل العسل اللي يدخل في مع المكونات مع الزبدة اللي طابت وكل، معناها طيبهم طايب بالكدا. هذايا هو هكا يكون. هذا هو سخون، يعني راه من بعد كي باش يبرد باش يعطيكم هكا القوام اللي تشوفوه يعني في الكيسان. هذا هو الزرير متاعنا، كله منفعة، باهي برشا للصغار، باهي برشا حتى للكبار، باهي فقر الدم. ما نخليوش رواحنا نوصلوا لفقر الدم باش ناكلوه. بحاجة باهية صحية، تفطر بها الصباح، تقنع.
تعطيها حتى كي يجيك ضيف ولا حاجة معناها ما يتخير عليها حد شي اللي هو زرير. هاك شفتوا لي زيتاب نتاعو ساهلين، مكوناته ساهلين موجودين. هذه هي الوصفة اللي حبيت نودكم بها، إن شاء الله تكون نفعتكم. تابعوني ديما على الباج متاعي، ديما نحاول نهبط لكم وصفات أنا شنو ناكل وبنتي شنو نوكلها، باش نعاونوا يعني باش تعم الفايدة. واللي يعرف حاجة يزيدها لي في تعليقات، ما نراش حتى مشكلة. اللي يحب حاجة يعني يحب شهيها ما يعرفش كيفاش يطيبها يقول لي ونتعلموها مع بعضنا، ما فماش حتى ما عندي حتى بروبليم. هذا هو الزرير، هذا هو القوام تاعو. بسلامة.